صباح الخير. طبعا احنا امبارح انا قلت لكم ان احنا هنعمل مجموعه سلسله عن الافكار المشوهه. طبعا السلسله عباره عن حلقات ماسكه ببعض، كل حلقه متوصله في الثانيه. فاول حلقه هتمسكها وتبدا معايا فيها، هتلاقي نفسك مسكت السلسله من اولها. لكن لو جيت في مره وقعت حلقه منهم، كده السلسله فكت منك وانت مش هتستفاد. طيب اول حاجه انا بتكلم عليها النهارده الافكار المشوهه. يعني ايه افكار مشوهه؟ يعني فكره جايه لك من بره دخلت على دماغك، ودماغك ما ترجمهاش وانت فهمتها غلط. لا قعدت تحللها ولا تفكر فيها ولا تقول طب دي صح ولا دي غلط. لا، دي ركنت عندك وانت مشكلتك ان دماغك بتخدعك وصدقتها. طيب إيه اللي بيحصل؟ ان الفكره دي بتطلع اوتوماتيك في دماغك. زي مثلا واحد مثلا اتصلت عليه وما ردش عليك، ايه ده مش مهتم بيا، ده سامع وشايف ومش عايز يرد. ده تلاقي افكار غريبه جات لك. طيب حاجه تانية، زي مشكله مثلا تانية. آه انت عملت انجاز معين، يعني مثلا شغلانه معينه عملتها، وجيت فجاه حسيت ان انت ما عملتهاش بالمجهود اللازم ونجحت فيها ولا اديتها حقها. ايه ده؟ لا ده انا ما عملتهاش كويس، ده انا كده فاشل، ده وانت ممكن تكون عملتها كويس وزي الفل وتمام. لكن افكار غريبه بتدخل لك وانت بتصدقها. طيب ايه تاني بقى؟ المشكله بقى مش في المشكله نفسها، المشكله في اللي بيحصل بعد المشكله. تفكيرك وانت بتقعد تحلل الاحساس الخاطئ اللي داخل لك، ان انت فاشل، ان انت مش قد المسؤوليه، انه ده منفض لي، انه مطنشني، ان انا مش على باله، ان انا لا ان انا مش قد دوت. كل الافكار دي غريبه، كل الافكار دي غريبه. طيب اولا الافكار دي مش حقيقيه، الافكار دي كلها فيك، يعني ملهاش اي حاجه من الصح لانها داخله لك وانت صدقتها. طيب يا عم اهدى شويه، ادي نفسك فرصه، اقعد فكر فيها. هل اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ طيب اللي بيحصل ده، هل هو فعلا بيعمل كده؟ ما يمكن مشغول، ما يمكن هو عنده حاجه، ما يمكن سايب التليفون. ادي نفسك اعذار، وادي نفسك شويه هدوء، فكر. مش لازم كل حاجه تاخدها على صدرك وتفكر فيها انها عكس. لا، الفكره تجيلك وقفها، فكر فيها، حللها، ادي لها اعذار، انتظر، ادي نفسك وقت. هتلاقي نفسك جديد والفكره مش هي اللي سيطرت عليها. المشكله بقى اللي بعد الفكره. ايه اللي بعد الفكره؟ ان بيحصل حاجات كتيره انت مش واخد بالك منها. اولا احباط وقلق وتفكير وفشل، حاجات كتيره بتحصل. النهارده اتكلمنا عن الفكره المشوهه. استناني في الحلقه الجايه